السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نهاية أسبوع موفقة للجميع. بادئ البدء. آه، أحب أن أعرب عن تضامني اللامشروط مع الفلسطينيين. والله لا يحزن القلب ما يحصل من قتل للأبرياء في هذه الأرض المباركة. ونتمنى من الله جاهدا، أو نتمنى من الله عفوا، أن ينصر إخواننا في فلسطين. اعتذر عن هاد سغلق حسابي على الفيسبوك بسبب منشور لي فلسطين، ماذا افعل لاسترجاع حسابي؟ واخي الكريم، راه لكي نكون واضحين في هذه النقطة، نحن كلنا نعلم علاقة فيسبوك بإسرائيل، وكلنا نعرف أن إسرائيل تتجدر في جذور الفيسبوك. هذاك الادمين ماشي هذاك المدير اللي كاين تما هو اسرائيلي، وانت كتسب راهو غيبلوكيك وغيدير لك الطن ويطير لك الكونت. حنا كنهضروا على واحد المنصه اللي كتضم الملايين ديال المستخدمين. من انت كاع انت في هذوك؟ واخا يبانيو كاع زعما يبانيو حتى 100,000 حتى مليون، ما عندهمش هما مشكل. ف كيبان لي ان المهم يعني هاد المسألة خويا تطلب واش غيكون شي حل. بطبيعة الحال ما غيديروش معاك حل، غيقول لك التحريض على العنف، غيقولوا لك عطا الله باش يسلكوها معاك. آه، للاسف الشديد هادشي اللي كاين. علاش هادشي؟ لان العرب ما لم نخترع شيئا، مني وجبد ما درنا حتى شي حاجه. وملي تنقول لك مني وجبد، لان حنا غنرجعوا للمايند سيت. لانني الا جيت انا ندير واحد الحاجه غير كلشي غينوض يضحك عليا، يقول لك ويلي دابا انت درتي هاد التخربيقه هادي بغيتي تنافس فيسبوك. مارك زوكربيرغ ديال الله يحسن العوان، فهمتي؟ ناض ولد دريبتكم قال لكم انا غندير واحد السوشيال ميديا وغنجمعوا فيه العرب لان كاين واحد الحيف هذا. مارك زوكربيرغ ديال الله يحسن العوان، فهمتي؟ وملي كنوليو تنوليو في واحد النضال رقمي، كتلقى انك مطالب انك تناضل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ديال هاد الناس. وانت راه بحال جالس في الفيرما ديالو كتغوت عليه. شتي مارك ديال الله يحسن العوان؟ شتي ها فين تتولي مارك ديال الله يحسن العوان؟ حيت حنا ملي كيجي واحد اللي هو شاب مثلا بغى يحلم، بغى يدير حتى هو سوشيال ميديا نيتورك وهذا، وللاسف حتى دوك المستثمرين ديالنا ملي غتجي تقول لي انا راه غندير شبكه هذا، يقول لك سير وليدي سير تلعب، سير حنا ما بقى لنا غير هادشي ديال التيليجو. يقول لك التيليجو هو حتى عارفو بالتيليجو، كتشي ديال التيليجو. داكشي د جيم بوي تخدموا هو تيامن انه ينفيستي في الفلاحه، ينفيستي في الطاقات المتجدده، يقدر ينفيستي في يشري الديور، يبني العقارات. مي ينفيستي معاك في التخربيق ما كاينش. داكشي علاش ملي كنقولوا امريكا ولا تسمع بلد الفرص، حيت الناس ما واصلين واحد الدرجه ديال الوعي. فراه في حال هاد الحالات اللي كنعاودوا خصنا نستحضروا، خصنا نجلسوا نفكروا مع راسنا انه فعلا راه خاصنا شبكات التواصل الاجتماعي، او خاصنا منصات عربيه اللي تقدر انها تنحسوا بالانتماء لها. واخا حتى هاد المساله فيها بزاف ديال الملاحظات، لانه اون فوا تقدر تكون كبيره سيتغلغلون كذلك، سيتغلغلون ليها. وكذلك هاد الناس اللي يقدروا يطلعوا لينا هاد المنصه الاجتماعيه، يقدر غدا ولا بعد غدا يتعرض عليه شي اموال من واحد الجهه اجنبيه ويبيع. وحنا كلنا كنعرفوا حب العرب للمال، حنا كنعشقوا شي حاجه سميتها الفلوس. يعني يقول لك انا مالي، انا وصلت، انا درت هذا، غيبيعنا تو سامبلومون، غيبيعنا الوقت تا واحده. فهذا هو الاشكال. وهذا الشيء اللي كان الخوت. تبارك الله عليكم. نتمنوا والله العظيم سأنهي هذا البث، نتمنوا جاهدا والله العظيم، نتمنوا من صميم القلب تنهضر معكم، نحاولوا نبدلوا المايند سيت ديالنا.
والله نحاولوا اننا نشجعوا بعضياتنا، لانه راه كتحس بالامتعاض ملي كتشوف انت واحد الكيان قاعد تيضرب ليك في خوتك وانت ما في جهتك والو، وكتشوف كتشوف انك مطالب اولا كتحاول انك تتضامن معاهم واخا غير معنويا من خلال وسائل التواصل الاجتماعي اللي هي ديال هاد الناس، اللي هي ديال هاد الكيان. كنحس براسي كناضل، تنحس بداك النضال ديالي ما كاملش، حتى تيقمعوني، يقدروا يقمعوني كما وقع لهذا الاخ، يبانيوك دير شي حاجه تصويره نسدو ليك، تتحس في ديالهم، جالس في ديالهم. والله الا نتمنى جاهدا ما عرفت هاد النهار جاهدا. المهم نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان شاء الله انه تكون شي حاجه عربيه. والله خصنا شي حاجه اللي كتمثل الهويه ديالنا، فيها القيم الاسلاميه ديالنا، شي حاجه اللي كنحس بها عربي، نحس بها عربي، يكون مسلم ولا ولكن عربي. لانه هكا خويا راه ما عرفت شحال غادي نقدروا كاع نكملوا هكا، لانه واخا شحال قدنا انك تبقى تتناظر ويبدا يقمعوا فيك، يبانيوك، يسد ليك بوست، يصيفط لك ريكوت ويقول لك الا عاودتي غنسوبريمي ليك. دا اشكال. هادشي اللي كان اخوت، تبارك الله عليكم، السلام عليكم ورحمه الله.